بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم نصر. يلا كده يا اهلاوية دعمونا، عاوزين نوصل ل5000 مشترك يا اهلاوية. طبعا النهارده عندنا كلام كتير جدا 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 في ماتش الاهلي وميامي. طبعا ماتش كان جميل جدا من الاهلي عمل شوط اولاني عالمي بصراحة. الشوط التاني معرفش فيه حصل ايه، هنتكلم في كل حاجة ان شاء الله بإذن الله. في الاول كده دعمونا يا اهلاوية، يلا عاوزين نوصل ل5000 مشترك. طبعا الاهلي بدأ تشكيل انا بصراحة متوقعتوش بصراحة. يعني هو نزل بمروان الشناوي وكوكا وهاني وياسر وداري وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمد برمضان وإمام عاشور وتريزيجيه ووسام أبو علي. طبعا هو لعب بثلاثة، أنا توقعت إن يوم واحد منهم بس هو لا، هو حط بين رمضان وحط حمدي فتحي. فكان كويس، كان كويس جدا، شوط أولاني جدا. يعني احنا ضيعنا امبارح كورة كتيرة جدا بس في الشوط الأولاني. كورة بتاعت وسام اللي هي الشوطة، وكورة إمام عاشور لما يطلع، وكورة أشرف داري، وكورة حمدي فتحي وضربة الجزاء. احنا مضيعين 5 تجوان امبارح في الشوط الأولاني، 5 تجوان ما جاتش فيهم كورة واحدة، كنا زماننا كسبنا المباراة. انتر ميامي فريق ضعيف جدا، دفاعه هش جدا. هو حارس المرمى ما شاء الله على كويس جدا 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 جدا. ميسي بيلعب على الواقف، كل بيلعب، كل لعيبة فيها بيلعب بتلعب على، محدش بيجري، محدش بيهين نفسه. يعني احنا كنا نقصنا امبارح شوية، كان شوطنا كنا ممكن نكسب. واتاحت لنا فرصة في آخر الشوط التاني، حسين الشحات طبعا كالعادة طبعا عاوز يجيب الجول. آه فالاهلي امبارح بصراحه لعب شوط تاني كويس جدا جدا جدا، دفاعا وهجوما وضغط وكل حاجه، عمل كل حاجه في الكوره بصراحه الا تسجيل. يعني في الشوط التاني عمل كل حاجه في الكوره الا تسجيل. ف يعني جت طبعا في اول مباراه طبعا اصابه امام عاشور. امام عاشور طبعا ربنا مع عينه بصراحه كده، من طريق ده البطوله بالنسبه له خلصت لو هيعمل عمليه في كتفه. فكده بالنسبه له الموضوع صعب جدا 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 جدا. امام عاشور الموضوع صعب جدا بالنسبه له. فكده امام بره البطولة. معلش يا امام بقى، حظك وحش، انت كنت مستني البطولة دي من زمان، بس يلا حظك مش كويس. الحمد لله، كل شيء قدر الله ما شاء فعل. ونزل زيزو نزل عمل شغل جامد جدا جدا جدا، 70 دقيقة اللي لعبهم. بس انا كان في حاجة ملاحظها، هو كان بيلعب زيزو ودريزيجيه في حتة واحدة. يعني كان حتة هاني دي ما كانش في حد خالص، مش عارف ليه بصراحة. يعني في فرقة حاجة بهتين، يعني اصلا دفاع ميامي والله دفاع تعبان جدا. يعني ميامي ممكن الماتش اللي جاي يشيل 5 6 عادي، يعني فاهم. اللي هو بتاع بورتو يعني. واحنا عملنا، يعني الاهلي عمل شغل كويس جدا، ضغط وهجوم، وكل لعيبه كانت متقدمه جدا في الشوط الاولاني كلهم. محمد رمضان لعب كويس جدا جدا جدا، وهيفيد الاهلي كتير جدا جدا جدا. محمد فتحي لعب تقيل، نص الملعب بتاعنا كان تقيل امبارح يا جماعه. بس مش يعني فاهم، يعني في الشوط الاولاني انت كويس، بس ناقص تجيب جول، فاهم. بجد ضربه جزاء للاهلي عن طريق زيزو. انا كان نفسي وسام يلعبها بصراحه، مش ولا تريزيجيه ولا زيزو بصراحه. كان نفسي وسام بيعرف يلعب الكور دي كويسه، يعني فاهم. لكن هو تريزيجيه اللي شاطها، الجون صدها رجعت له، ما عرفش يستغلها، شاطها تعبانه طبعا. بس انا اساسا تريزيجيه شاط الكوره بطريقه تعبانه. انا والله قلت هو داخل هتضيع سبحان الله. يعني فاهم، داخله غريبه، يعني فاهم. كوره ضعيفه وكوره مش مركونه وكوره مفيهاش قوه ولا في حاجه خالص يعني. فخلال الشوط الاولاني 0-0 طبعا مع حزننا جميعا طبعا. بدأ الشوط التاني طبعا آلي. الشوط التاني تحس إن آلي مجوش، فاهم. تحس إن هما اللياقة البدنية قلت، تحس إن هو قال لهم دفعوا. مبقاش فيش ضغط الأول، مبقاش في، يعني مش زي الأول يعني، بس تحس إن في ضغط. كنت الأهلي ما كانش في ضغط أساسا. لعيبة ميامي كانت بتقدم بسهولة جدا جدا جدا، وكانت في هجمات خطيرة جدا جدا جدا. لو ربنا استر معانا امبارح مع شناوي ومع ياسر إبراهيم مع مروان عطية، بصراحة هم دول كانوا نجوم مباراة امبارح بصراحة يعني. يعني فاهم انت، لو دول مش موجودين او مش، يعني شناوي مش مركز امبارح، او كورة من الكور دي عدت، احنا نسينا كورة أسامة أبو علي. يعني ناسي كورة أسامة أبو علي اللي طلعها في آخر الشوط الأولاني، اللي هي طلعها من على خط الجول. يعني فاهم، يعني ما مسحوش الشوط الأولاني كله غير الكورة دي. فاهم. الشوط التاني بقى طبعا الشناوي ربنا كرمه وشال كور كتيرة جدا 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 من فريق ميامي، بالذات كورة ميسي اللي هو عملها، شاطها على الزاوية البعيدة، بس الشناوي الحمد لله صدها. في كذا كور كتيرة، وكنا آخر كورتين في الماتش. فالشناوي بصراحة امبارح نجم من نجوم المباراة، هو ياسر إبراهيم ومروان عطية. دول فعلا كانوا نجوم امبارح. يعني ياسر إبراهيم امبارح تحس إن هو امبارح يعني كان بيموت نفسه، يعني فاهم. لغاية بقى تيجي التغييرات، بصراحة التغييرات ما إضافتش كتير بصراحة الأهلي بصراحة. يعني مفيش تغيير أقنعني بصراحة، يعني فاهم.
يعني ما فيش يعني طاهر لما نزل ما عملش حاجة، قفشة برضه ما عملش حاجة، حسين الشحات ضيع فرصة في آخر الماتش وضيع فرصة كان لشاطئ أول ما نزل. وما فيش يعني ما حصلش بتغييرات ان انت بتاع محمد رمضان نص الملعب بتاعنا اتاخد مننا فاهم. محمد رمضان كان مع حمدي مع مروان كان ماسكين الملعب فاهم. وسام جيرشار ما حسيتش جيرشار اصلا، وسام برضه ما كانش موجود في الماتش يعني غير الكرة اللي عملها الكورتين راح بيهم اوف سايد فاهم. فما التغييرات ما ضافتش لينا كتير جدا جدا خالص يعني امبارح فما حسيتش بيهم. انا كان نفسي يعني محمد رمضان يكمل ويسيب زيزو يعني طلع تريزيجيه ماشي مش مشكله، بس يعني كان يسيب محمد رمضان واخد تغييرات شويه يعني مش فاضيين تغييرات يعني انت ماشي كويس والدنيا كانت ماشيه كويس يعني. لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله اللي احنا ماتش كان كويس جدا بصراحه، بس انا برضو مش فاهم برضو المدرب هو بيلعب ازاي يعني شوط بيهاجم شوط بيدافع. انا دي مش فاهم بصراحه يعني، فده هيبان بقى في الماتش اللي جاي هنعرف هو بيفكر ازاي، هنعرف هو بيلعب ازاي. لان انا ما ينفعش العب شوط وشوط لا يعني فاهم. انت شوط اولاني كنت عالمي، الشوط التاني انت ما جيتش ما عملتش حاجه في التاني، ولا هجمه ولا ضغط ولا اي حاجه، هو بس الشناوي بيشيل وياسر ابراهيم بيشيل ومروان عطيه في نص الملعب. لكن غير كده مفيش ولا باصة عدلة ولا أي حاجة خالص يعني فاهم. وده برضه ممكن يكون إجادة على لعيبة الشوط الأولاني عاملة مجهود كبير جدا جدا جدا، هنعذرهم طبعا. بس يعني احنا عاوزين بقى الماتش اللي جاي إن شاء الله بتاع بالمناسبة ده وبتاع بورتو أي فرصة يا جماعة تيجي أحطها جول. يعني احنا محتاجين جول نكسب. احنا لو كسبنا امبارح كنا يعني فاهم ضمنت بنسبة 70 80% توصل دور 16. لكن انت امبارح ضيعت منك فوز سهل جدا على فريق ضعيف جدا، والله فريق ضعيف جدا جدا جدا. يعني ده متهيألي أضعف فريق في المجموعة. الفريق ده ممكن في ماتش بورتو يشيل 4-5، وفي ماتش برموس يشيلوا 3-4-5 زيهم يعني فاهم. لكن انت مش هتكسب 1-0، انت في الشوط الاولاني ضيع 5 اجوان. عارف يعني ايه 5 اجوان؟ 5 اجوان دول يخلوك قاعد مرتاح باشا. لكن هو حكم كويس جدا امبارح طبعا، بس هو كان في طرد الفريق برموس في الشوط الاولاني، لكن الحكم تقاضى عنه ما اعرفش يحسبهاش بصراحه يعني. آه فده كان كل حاجه امبارح في الكوره. في ماتش امبارح طبعا امام عاشور اصابه في اول 10 دقايق طبعا صعبه جدا جدا، مين كنا ممكن نجيب جون والله ما يطلع. ان كانت في هجمه وهو حطها في الجون يعني الجون صدها، كان ممكن يعمل حاجه انه يطلع، لكن هو قدر الله ما شاء فعل امام. مش مكتوبه لك يا ابني تلعب كاس عالم للانديه السنه دي. فان شاء الله باذن الله ربنا بس يعافيك الاول ونشوف صبتك وتعمل عمليه بنجاح كده ان شاء الله في كتفك، وترجع بالسلامه ان شاء الله بقى في السنه الجايه مع الاهلي في الدوري وافريقيا. مين والله ممكن الناس كتيرة بص عليك، بس هو الحمد لله احمد ربنا على اللي حصل يعني. قضى أخف من قضى إمام. فده كان كل حاجة. تحية للنادي الأهلي، تحية لعيبة الأهلي بصراحة. من ماتش امبارح عالمي، في ماتش افتتاح كأس عالم أندية في وسط النجوم دي كلها وفي وسط العالم ده كله، وأنت بتعرف الناس مين هو نادي الأهلي. والفيفا كانت عندها حق إن هم يحطوا ماتش الأهلي وميامي في أول ماتش في البطولة. الجماهير ماتش عارفين الأهلي هيعمل شغل كويس، الأهلي هيهاجم الأهلي هيدافع. فالاهلي الحمد لله امبارح شرف مصر وشرف الكره المصريه وشرف النادي الاهلي وشرف جمهور النادي الاهلي. انا ما زعلش على اللي فات، ما زعلش على الماتش ده. ان شاء الله عندنا ماتشين كمان نكسب واحد فيهم او نتعادل التاني. فان شاء الله نمشي واحده واحده كده ونشوف اللي جاي ان شاء الله يا اهلاوي. يلا يا اهلاوي عاوزين نوصل ل 5000 مشترك. السلام عليكم.